اسهل واسرع كيكه ممكن تعمليها في الاير فراير وفي الفرن. اقول لكم المقادير: 3 حبات بيض، معلقه بيكنج باودر، فانيليا سائل ولو مش عندك ممكن عادي تحطيه بودر، معلقه لبن بودر، نص كوبايه زيت، كوبايه سكر. هنعمل ال3 بيضات بس هنعمل بيضه بيضه. البيضه اللي هنكسرها هنا بعدين نشيلها ونحطها هنا، عشان لو طلعت بيضه بايظه وعملنا ال3 مره واحده هنا والاخيره طلعت بايظه هنرمي البيض كله. 3 حبات بيض. نحط بقى الفانيليا، ايوه كده. نحط السكر، كوبايه سكر. الكوبايه اللي نعاير بيها المقادير تبقى كوبايه واحده، كلهم نفس الحجم، هي كوبايه واحده نعاير بيها كله. نضرب فيه لحد ما يبقى كريمي زي كده، كريمي. عايزين بقى ايوه القوام ده كده، عايزينه يبقى كده. نحط نص كوبايه الزيت، كوبايه الا ربع لبن. احس انه امتزج وبقى كويس. كوبايه ونص دقيق، وده المعيار اللي انا بعاير بيه، 1.5. كوبايه ونص، ادي النص. بعدين نخلط كويس. نضيف معلقه الحليب، ايوه معلقه الحليب بودر، طبعا معلقه الحليب بودر. في البيكنج باودر، ايوه زي كده، معلقه بيكنج باودر. نعمل الحركه دي طبعا عشان ما يطرطش وده يطلع زي الدخان كده. لازم ننزل اللي على الجوانب ده عشان كله يتمزج مع بعضه. ولو لاحظت انها سايله شويه ممكن تزودي شويه دقيق. هتقولي لي بقى هو المقادير مش مظبوطه؟ لا، المقادير مظبوطه، لكن في دقيق عن دقيق بيفرق. دقيق بيشرب السوائل اكتر من دقيق تاني. انا بقى عايز القوام ده بالشكل ده، ايوه كده. الورق ده انا هعمل فيه عشان انا عايز اعمل كب كيك. ده زيت انت ممكن تدهني بفرشه عادي خفيف كده. قبل ما نحطها في الاير فراير لازم نشغل الاير فراير وتكون سخنه قبل ما نحطها في الاير فراير. زي ما قلت لكم الاول نرشوهم وبعدين نحطهم هنا، ما تعبيهمش بره وبعدين ترجعي تحطيهم، مش هتعرفي. حطيهم جوه الاير فراير وبعدين عبيهم. يبقى كده يا جماعه، ايوه كده زي كده كده. يبقى عبيناهم ونحطهم في الاير فراير. تعالوا بقى اوريكم ازاي نظبط الاير فراير على الكيك. نظبطها ازاي بقى على الكيك؟ من هنا من المنيو، شوف هنا اللحوم، الاسماك، شيبس، ايوه كده على الكيك. على طول بيظبط لي ال 160 درجه و30 دقيقه. ده برنامج الكيك 160 درجه من 20 ل 30 دقيقه، برنامج الكيك. وده قالب الانجليش كيك. طبعا انا عندي زياده فايه هعملها كده، حاجه كده ايه تفرح الاولاد. الزيت. ويا جماعه البورسلين بيخش الاير فراير والفرن، هنعمل واحده فيه. نشوف، بسم الله. ايوه بدات اهي، بدات اهي. اشيك عليها قبل طبعا ما الوقت ما يخلص. تشيك كده بالسكينه كده، بسم الله. وتشوف طرف السكينه نضيفه، مفيش عجين. ما شاء الله كده استوت وزي الفل. طبعا هي عامله كده لان انا مزود العجينه شويه. تقدري تحطي طبعا عليها لاطفالك شوكولاته سايله، تقدري تاكليها هيلثي، تقدري تاكليها مع الشاي براحتك انت بقى. هي على 160. الوقت طبعا من 20 دقيقه انا هنا عندي 22 دقيقه انا طلعتها. طبعا بتختلف من جهاز لجهاز، اير فراير لاير فراير، وبتختلف في الكميه اللي انت حاططها. انا حاطط الكميه دي يعني ايه، انا دول اخدوا معايا 8 دقايق، انا كنت ظابطها على 30 دقيقه. انت كل شويه تفتحي وتشوفي، ما تاخدش طبعا ال 30 دقيقه.